السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. ويا ريت تكتبوا لي في اي كومنت تقولوا لي الحاجة بتاعتي بتعجبكم ولا لا، سواء اكل او تجميل. النهارده جايبه لكم منتج قوي جدا 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 لتشققات بتاعت الرجلين. طبعا انتوا عارفين الجو طبعا ساقعة، فالرجل بتعمل زي قشر كده في الكعب الرجل، وبيبقى فيه تشققات جامدة جدا بتشبك بتبقى في الشرابات واحنا ماشيين. بتبقى حاجة مش لذيذة. فانا جايبه لكم حاجة قوية جدا، خلطة صغيرة. كريم بيتحط بالليل قبل النوم للرجلين، وكيس بيكنج باودر اللي هو العادي بتاعنا ده، اللي هو كوكيز ده بيكنج باودر بس. بنحطه في طبق فيه ميه سخنه جامده، وبنحط فضي فيه البيكنج باودر كله، كيس البيكنج باودر. ونحط رجلينا، بس اهم حاجه ان رجلينا تستحمل الميه السخنه شويه. اللي مش هيستحمل الميه السخنه تسيبها تهدى لحد ما تبقى، يعني ما تبقاش فتره، لازم تكون ان الرجل تستحمل السخونيه. للتشققات بتاعه الرجل العنيده. وبنحط البيكنج باودر في الميه، وبعد كده بننقع رجلينا نص ساعه فيها. بنجيب الحجر، اللي هو الحجر القديم اللي هو من عند العطار. مش الحجر اللي هو الجديد، فيه حجر قديم كده. ده بنجيبه بعد ما ننقع رجلينا نص ساعة في البيكنج باودر والمية السخنة. نكحت رجلينا جامد جدا، وبعد كده بننشفها. المكونات بقى بتاعة العلبة ديت قوي جدا. انا طبعا اي علبة كريم عندكم فاضية، لو ما فيش علبة كريم فاضية برطمان صغير حطيت فيه معلقتين كبار فازلين. اي فازلين من الصيدليه. حطيت معلقتين كبار منه، وحطيت فيه اللي هو كريم لونا ده حلو جدا جدا للتشققات. تمام. فضيت الانبوبه كلها مع معلقتين الفازلين كبار. فضيت الانبوبه، هي اصلا الانبوبه يعني ما فيهاش كتير. فضيتها كلها. وفي الكريم دوت حلو جدا لتفتيح البشره، وفي نفس الوقت انا جايباه علشان خاطر تفتيح البشره وكعب الرجلين. بيتحط مع الفازلين، وبيتحط مع لونة. وبحط نص العبوه من دي عامله مثلا فرنج 40 جنيه. بحط نصها، والباقي لو عايزه تستخدمي بشرتك بالليل قبل النوم للتسبغات بتاعة البشرة. لأي حبوب ليها آثار. طبعا لو في حساسية، لو حسيتي بحساسية في الجلد وبتهرشي بعديها، يبقى تغسلي وشك، ما تستخدموش تاني على البشرة. ممكن أول مرة بس، أول أسبوع تستخدميه بالليل قبل النوم بنص ساعة، وبعد كده اغسلي بشرتك. تمام. ده حطيت منه نص العبوة. طبعا اللي عنده دم غزال ممكن يحط يعني نص معلقة صغيرة، او على طرف المعلقة كده دم غزال. انا محطيتش دم غزال، انا حطيت اللي هو البينك دوت، اللون البينك ده. ده بتاع الكيكات، بيستخدم للكيكة، واللي هي الألوانات الطبيعية اللي بتتجاب من عند العطار. آه، اي عطار قوله عايزه لون طبيعي اللي بيتحط على الكيكات او الحلويات عامه. دوت هو عندي اللون اللي هو البينك ده. تهيألي انتوا شايفين صوابع عامله ازاي منه، زيه زي دم الغزال. بس انا يعني عندي حاجه طبيعيه، فقلت اجربها معاكم. فانا جربتها بصراحه، لقيتها لونها حلو جدا. وبتبقى حلو جدا في الرجل، بتدي لون وردي في الرجلين. فانا حطيت هو تقيل، فانا حطيت منه 3 نقط. كل ما بتزودي وكل ما بيغمق اكتر. عايزه تزودي انت بقى براحتك، هو انا حطيت 3 نقط. تمام. وبعد كده، بعد ما بتغسلي رجلك وبتدعكي كعب رجلك بالحجر، بتنشفي رجلك جامد. وبتحطي الكريم بقى دوت بعد ما خلطتي كله مع بعض. قلنا معلقتين فازلين، انبوبة لونة كلها، الكريم اللي هو مالوكين دوت.
ونقطتين من اللون الطبيعي ده، او ربع معلقة دم غزال. مش عايزة تستخدمي ميلوكين وغالي عليكي ما تجيبهوش، ممكن تجيبي لونة بس مع الفازلين، وتجيبي كيس البيكنج باودر تحطيه في المية وتدعكي رجلك وتحطي شوية دم غزال وخلاص. هي الازازة ديت عاملة 15 جنيه. عايزة انت تجيبي ب5 جنيه دم غزال او ب2 جنيه تخليهم عندك، مفيش اي مشكلة. وتعملي اي برطمان او اي علبة زي ديت، وبعد ما تنشفي رجلك كويس بتدهني الرجل كلها وتدعكي تدلكي الكعب الرجل كويس، وتلبسي اللي هو الاكياس بتاعه الساندوتشات. في كل رجل تلبسي كيس، وبعد كده تلبسي شراب وتنامي بيه لحد تاني يوم. اتفرجي بقى على رجلك هتبقى عاملة ازاي. بس حافظي عليها طول الشتاء، وكل يوم تحطي منه في كعب الرجل وتلبسي كيس وتلبسي شراب. مش عايزة تلبسي كيس ممكن تسيبي رجلك لحد ما تشرب الكريم، وبعد كده في الاخر تقومي لابسه الشراب قبل ما تنامي. الشراب بيعمل سخونيه في الرجل، فما بيخليش التشققات ترجع تاني. دي حاجة سهلة جدا، بدل ما بنروح الكوافير وبندفع فلوس كتير وبنقعد نعمل موس في رجلينا. الموس ده غلط جدا في كعب الرجل. فكلها منتجات بسيطة وكلها حاجات سهلة، وإن شاء الله هتلاقوا نتيجة كويسة، وإن شاء الله هتلاقوا حاجات كويسة أنا بنزلها لكم على طول في الفيديوهات. يا ريت تتابعوني وتكتبوا لي في التعليقات أي حاجة انتوا عايزين تعملوها أو طالبينها، اكتبوا لي في التعليقات وأنا أعملها لكم.